صباح الخير من استوديو هلا بحرين إلى شارع 338 في العدلية، وبالتحديد من مطعم بلوك 338. طبعا نور لاحظنا ان العدلية مؤخرا انتعشت، صار في هوايد مطاعم، والحلو ان كل مطعم يختلف عن الثاني وكل مطعم ارقى من الثاني. صحيح بدر، والشيء اللي يميز هذا المطعم اللي هو بحد حديقة أجواءها العامة. هذا المطعم يركز على فن الطعام في الهواء الطلق، بما أن الأجواء حلوة وباردة الواحد يحب أنه ياكل برا. الشيء الثاني يمكن اللي شد انتباهنا وكنا نتكلم عنه هو الأثاث، الستايل بوهيميان. نلاحظ هذا الشيء من خلال الأثاث القديم والألوان أيضا متناقضة. وما في أحلى من الواحد يشرب شوربة في حديقة والجو وايد بارد، شوربة وايد لذيذة صراحة. انطروني. طبعا شعور حلو ان الواحد يشرب شيء دافي في هالجو البارد. وايضا احب اضيف ان اللي صمم الديكور الخارجي والداخلي مصمم مغربي فرنسي. الاسم جوناثان عمار. والحين مثل ما تشوفون غيرنا المكان، كل مكان في هذا المطعم والحديقة يختلف. وخلصنا من السوق، الحين يش دور الستارترز. اشوف شيء جاي من بعيد. هاي الريزوتو بولز داخلها موزاريلا تشيز. وإذا بعد تلاحظون مثل ما قلنا في المقدمة أن الستايل المطعم وايد بوهيميان، حتى الصحون كل صحن يختلف عن الصحن الثاني، صح لا؟ قفشة حلوة خشبية. أحب أقول أيضاً أن اللي يقدمونه في مطعم بلوك 338 على قولة الشيف أهم شيء الكواليتي. يمكن اللي يفرق بين مطاعم الكواليتي في الأكل، فكل ما كان الأكل فريش يستخدمون يمكن قال اللحم نوع من أنواع اللحم. ومثلا الطماط طلبنا بيتزا بنت حاجة عنها قبل شوي من هولندا. ما كنا السوق والستارترز برا، قررنا ان ندخل داخل حق اجواء شوي مختلفة. اكيد نور، يعني احنا الحين في النص تقريبا داخل في كذا كورنر، كل كورنر يمكن يختلف عن الثاني. وفي وسطنا بيت الزنجبيل الجنجر هاوس. لاحظت بدنا لما اول ما تدخل المطعم كانك داخل بيت كوزي. هذا الشيء اللي يريح الواحد، انه لما تدشين تحسين روحك في بيت. الكراسي غير، كل طاولة ستايل غير، كل كورنر لون غير، فما تمل. احس ما في ملل هنا. الاثاث وايد حلو اصلا حتى داخل، يعني للحين داخل تشوف الستايل البوهيميان، المناظر، الخشب، الاثاث القديم والالوان، حتى الطاولة ذي يعني تلاحظ شوي قديمة، والكراسي كل كرسي يختلف عن اللي يم. أكيد ختامها مسك مع التريو برجر اللي قاعد نشوفه والفرايز اللي قضينا عليه. ما بقى من الا ثنتين هاش. على جب العافية. هذه كانت جولتنا هالاسبوع، اخذناكم فيها الى العدلية وبالتحديد شارع 338 وبالتحديد اكثر
من مطعم بلوك 338. هذه كانت جولتنا اليوم، الجو كان وايد حلو، الأجواء كانت جميلة، الأثار، الأكل أكيد كان وايد صيح. يصيح. هذه كانت جولتنا اليوم، وصار وقتنا نرجع لبدر نور في الاستوديو. 3 مرات قالت هذه جولتنا.